اليوم كنت عيانة بزاف، عندي واحد الآلام في راسي ما شكيت عليكم. فاش كيجي رمضان كتحقر عليا الشقيقة، وما كنبقى قادرة لا نمشي للخدمة، ما كنبقى نقدر ندير حتى حاجة. راجلي اليوم فاطر غير في الخدمة، انا كنتسنى غير يأذن الآذان، باغا نشرب ليا الدواء. موجدة ليا واحد الكاس ديال دانون باغا ناكلو باش ما يضرنيش الدواء على معدة خاوية. مشيت تكيت شويه من ورا العصر، كنسمع الدقان في الباب. ملي مشيت حليت لقيتها لوستي جاره معاها ولادها وداخله. شافتني في ديك الحاله ما تسوقاتش ليا، راه باينه فيا مريضه، شاده راسي بزيف حياتي وعيني منفوخين وكتبان عليا مهلوكه. دخلات ولادها البيت وعطاتهم التليفون وهي مشات جبدات في الصاله. انا ما نكذبش عليكم اخوتي، بحر داك الالام ما عقلتش عليها. دخلت ديت عليا في بيتي وتكيت حتى قربت 6 العشيه. هنا غتدخل عليا وغتقول لي اشنو اليوم خليتينا بلا فطور. قالتها ليا بواحد الطريقه مستفزه، انا ما شعرتش، وليت كلي كنترعد. قلت لها لا، اليوم راه غادي نفطروا على برا. نط لبست جلابيتي وخرجتهم، ما وقفت بيهم حتى وقفت بيهم حدا مائدة الرحمن، كانت قريبة لداري. وهنا هي مرضاتش وبدات كتغوت. جمعت عليا سوق ربي العالمين، وكلهم الناس بقاو كيتفرجوا فينا. بقات كتغوت وانا ما تسوقتش ليها. وهنا جرات ولادها ومشات في حالاتها. انا ما جاوبتهاش، رجعت لداري، ولكن تليفوني ما بغاش يهدى. راجلي ما خلى فيا اللي نسى، وعدوزتي قالت لك باغا تجي تنتفني. ولكن انا والله ما ندمت. باش نوري لباباها كيفاش تجي عندي بلا ما تعلمني، وشافتني من الفوق راني مريضه. الا ما عطيتهاش العين الحمراء غدا تجمع حويجه وتجي تسكن عندي. اش بان لكم اخوتي؟ واش انا اللي ظالماها؟ واش تقبلوا على ريوسكم تكونوا مراد ويجي شي واحد معول عليكم ديروا ليه الفطور؟ هادشي راه بزاف.